السلام عليكم واهلا وسهلا بكل متابعينا في فيديو مهم جدا جدا عن اخر اخبار وكواليس نادي الزمالك، ويعني ما يحدث في نادي الزمالك. لايك جميل، اشترك في القناة لو انت جديد، نتعرف بقى على اخر التفاصيل وفقا للكلام كتير في نادي الزمالك. وزي ما احنا قلنا افريقيا ان شاء الله دور الثمانية، نتمنى فوز منتخب مصر على منتخب كوتيفار. وهو ده سؤال حلقة اليوم، توقع نتيجة مباراة مصر وكوتيفار. تعال بقى ناخد المشهد في نادي الزمالك وما يحدث في نادي الزمالك، وتصريح رسمي من احمد سليمان عضو مجلس الادارة، اللي علق احمد سليمان على الصورة الصعبة داخل الزمالك على كافة المستويات والاصعدة. واكد سليمان انه ملتزم دائما بالشفافية مع الجماهير، مشددا انه لم يكشف اي اسرار تخص النادي، والله يعلم بما يحدث داخل المجلس ولا نتحدث. واشار دهشته من تسريب بعض المعلومات للصحافة مثل تشكيل الجهاز الفني، حيث فوجئ بها هو وبقية اعضاء المجلس قبل اعلانه رسميا. واكد انه من غير المقبول ان يتم اتخاذ قرارات دون علم الاعضاء في جميع الالعاب. واوضح عضو المجلس انه ترك ملف كرة القدم منذ ديسمبر 2024 ولم يكن له أي علاقة بتعيين البرتغالي جروس، حيث تفاجأ بقدومه. وأضاف الإدارة أخبرته لاحقا بأن جروس لا يريد أي حضور من أعضاء المجلس في التدريبات، رغم أن الأمر ربما تم الاتفاق عليه مسبقا. وأضاف أنه كان حاضر وداعم في كأس مصر مع أيمن الرمادي، إلا أنه تولى جون إدوارد ملف كرة القدم فيما بعد، جعل المجلس يحترم قراراته، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة أن يكون هناك اطلاع كامل على جميع القرارات قبل تنفيذها. أحمد سليمان أكد على صعوبة الوضع الحالي، معربا عن اعتراضه على ما يحدث داخل النادي. ده بالنسبة كده لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. تصريحات نارية طبعا، وقال ان هو تحمل خلال العامين الماضيين ما تحمله بشر وبعض الكلام، وقال الوضع اصبح غير مقبول مع تسريب بعض القرارات. المهم ايا كان احمد سليمان، انا مش فاهم يعني انت المفروض عضو مجلس الاداره، طب حلو ما انت جزء من الاداره، اما تطلع تستقيل علشان الناس تتحرك شويه ويستقيلوا هم كمان، وكفانا بقى عبث في نادي الزمالك. اداره الزمالك بتحاول حل هذه الازمه قبل مباراه زد القادمه، وهي طبعا يعني ازمه مستحقات اللاعبين اللي خلاص بقت ازمه من ضمن الازمات. جلسة مرتقبة في الزمالك من أجل أحمد حمدي. أحمد حمدي اللاعب المغضوب عليه كشف وفقا لبعض الكلام عن عقد جلسة جمعت بين معتمد جمال المدير الفني مع جون إدوارد المدير الرياضي. هذه الجلسة ستكون بحث أزمة اللاعب أحمد حمدي المغضوب عليه من جون إدوارد. كان من قبلها أحمد عبد الرؤوف أوضح أن معتمد جمال طلب بعودة اللاعب للمشاركة في التدريبات بعدما كان يؤدي تدريبات بشكل منفرد داخل النادي بسبب خلافه مع الجهاز الفني السابق، بالطبع إلى جانب أزمة تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي. أشار أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة الجهاز الفني الحالي في الاستفادة من جميع اللاعبين المتاحين، خصوصا أنت ما عندكش رفاهية الاختيار، يعني انت مش عندك 15 لاعبين في نفس المركز، فانت براحتك. اجتماع جديد داخل الزمالك لمناقشة الأزمة التاريخية اللي أصبحت موجودة هذا العام وضربة جديدة بسبب أرض أكتوبر. كشف مصدر داخل الزمالك عن محور مناقشات جديدة حدثت خلال اجتماع مجلس الإدارة، خاصة فيما يخص أزمة قرار سحب أرض النادي بالسادس من أكتوبر. مصدر كشف أن إدارة النادي ناقشت أمور جديدة وخطيرة ترتبت على قرار سحب أرض أكتوبر، من بينها أن الشركات والمستثمرين الذين كانوا قد تعاقدوا مع النادي للاستثمار في المنطقة الاستثمارية المخصصة داخل الأرض أرسلوا إنذارات بفسخ العقد، وذلك بعد سحب الأرض رسميا من الزمالك، وبالتالي عدم قدرة النادي على تسليم المواقع المتفق عليها أو الاستمرار في تنفيذ بنود العقد، حيث اجتمع مجلس إدارة الزمالك بشكل عاجل لبحث الحلول القانونية والمالية اللازمة للتعامل مع تلك الأزمة، خاصة أن الأزمة تمثل ضربة قوية وصادمة لنادي الزمالك. أرض أكتوبر دي لو فضلت مسحوبة والزمالك ما شافش حل هي ضربة الموسم. مصير ثنائي الزمالك العائد من أفريقيا قبل مباراة زد وهم سيف الجزيري خلاص اللي منتخب بلاده طلع بشكل رسمي، والأنجولي شيكو بانزا برضه اللي منتخب بلاده طلع بشكل رسمي. المباراة اللي هتكون يوم الأحد القادم في كأس عاصمة مصر. مصدر داخل إدارة الزمالك أشار لحصول الفريق على راحة إضافية بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية. الزمالك برضو كشف كده مصير الأرض البديلة، حيث أكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي لم تتلقى حتى الآن أي عروض من وزارة الإسكان بشأن الأرض البديلة. مصدر تحدث أن اجتماع مجلس الإدارة كان لمناقشة ملف الأرض البديلة، مؤكد سوف يتم دراسة الأمر وبات الأقرب حاليا الموافقة على المقترح، ولكن حتى الآن وزارة الإسكان لم تمنح الزمالك أي قرار بخصوص العروض البديلة. مجلس الزمالك حتى الآن بيناقش وننتظر ونشوف. منتصر الرفاعي كتب كده وقال تم الاتفاق على مكان الأرض البديلة ومجلس الزمالك جاهز لاستلام المكان بعد القرار الرسمي. خالد الغندور يكشف عن قرار منتظر من الإدارة بخصوص معتمد جمال. أوضح الإعلامي خالد الغندور قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن المدير الفني المؤقت للفريق الأول الكروي بالزمالك معتمد جمال، وأكد على أن النية الحالية للإدارة باستمرار معتمد جمال حتى نهاية هذا الموسم،
رغم إعلانهم أمس عن فتح باب البحث عن مدرب أجنبي. وأشار إلى رفض مسؤول القلعة البيضاء فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي دون امتلاك سيرة ذاتية قوية أو تاريخ تدريبي واضح. وتابع: خصوصا في ظل الأزمة المالية التي قد تفرض اختيارات محدودة، وهو ما يثير القلق من تكرار تجربة البلجيكي يانيك فيريرا. وشدد على: يرى مسؤول الأبيض صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبي دون اصطحاب جهازه المعاون بالكامل. من المستبعد أن يقبل مدرب كبير العمل بالأجهزة الفنية الحالية. إعلامي يكشف قرار إدارة الزمالك بشأن ملف المدرب الأجنبي. كشف الإعلامي محمد طارق قضا عن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الأول الكروي في الزمالك، وأكد على أن الإدارة اتفقت بشكل نهائي على تعيين مدير فني أجنبي، ويوجد إجماع على ذلك، وأن جون إدوارد المدير الرياضي يكثف مفاوضاته مع أكثر من مدرب. وتابع: بحيث سيكون المدير الفني الأجنبي متواجدا سريعا، وأن يتولى الإدارة الفنية للأبيض بمباراة المصري البورسعيدي بكأس الكونفدرالية. وشدد على أن إدوارد اقترح البرتغالي نونو ألميدا، ولكن المجلس رفض، وتم اقتراح البرازيلي روجيرو ميكالي، لكن الأزمة تعلقت براتبه الذي لن يقل عن 70,000 دولار. وأشار إلى جون عرض على الإدارة 3 مدربين آخرين على أن يتم حسم اسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال الساعات القادمة. خالد الغندور يكشف تغييرا مفاجئا وغضبا مغربيا بشأن صفقة بلعمري للأهلي. كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن موقف مفاجئ بشأن صفقة المغربي يوسف بلعمري للنادي أهلي. خالد الغندور من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث قائلا نصا: بعد توقيع اتفاق انتقال يوسف بلعمري للأهلي مع نادي الرجاء من أيام ماتش الجيش الملكي في وجود المهندس خالد مرتجي وكابتن سيد عبد الحفيظ، والأهلي لا يرد لتفعيل الاتفاق. وتابع: وهناك استياء من نادي الرجاء، وهناك معلومات عن تراجع ياس توروب في الموافقة على انتقال اللاعب للأهلي. مصادر مقربة من طارق مصطفى تتحدث عن كواليس ترشيحه لتدريب الزمالك. تحدثت مصادر مقربة من طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق عن فكرة ترشيحه لتولي قيادة فريق الكرة في الفترة الأخيرة، وتم الإعلان عن تولي معتمد جمال منصب المدير الفني بعد عدة ترشيحات كان من ضمنها طارق مصطفى. مصادر مقربة من طارق مصطفى تحدثت عما تردد بشأن ترشيحه لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، مؤكدة أن علاقة طارق مصطفى بجون إدوارد لم تتجاوز التواصل في مناسبتين فقط، وكان الحديث وقتها يخص صفقات لصالح البنك الأهلي مثل الزناري ومصطفى شلبي، موضحة أن هذا هو كامل التواصل الذي جمعهم. وأشارت المصادر إلى أنه يفضل دائما العمل بجهاز فني متكامل يختاره بنفسه، مؤكدة شعوره بالراحة الكبيرة خلال تعاونه مع الكابتن طارق يحيى الذي تولى منصب المدير الفني ثم مدير الكرة، لما يتمتع به من تفاهم وخبرة كبيرة. وشددت المصادر على أنه يرفض أي تدخل في عمله الفني مهما كانت الجهة، مع كامل الاحترام للجميع. وأضافت: رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها النادي، طارق مصطفى كان يمتلك أكثر من رؤية وحل للعديد من الملفات داخل الفريق. واختتمت المصادر القريبة بالتأكيد على أن الزمالك فريق قوي وقادر على تحقيق الانتصارات والعودة سريعا إلى مكانته الطبيعية واستعادة هيبته ومكانته المعهودة. معتمد جمال يرفض ملف رحيل لاعب الفريق ويتمسك باستمراره. كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال أغلق ملف رحيل اللاعب ناصر منسي مهاجم الفريق، وكان نادي الزمالك قد أعلن بالأمس تولي معتمد جمال قيادة الجهاز الفني للفريق الأول الكروي بالزمالك بشكل مؤقت. ووفقا لمصدر من داخل نادي الزمالك فإن معتمد جمال يتمسك باستمرار ناصر منسي ويؤكد ثقته القوية في إمكانياته، وأنه يرفض رحيل اللاعب في ظل عروض كثيرة جاءت إليه وسبق وأبدى إعجابه بقدراته، ويرفض أي نية للتفريط فيه. وأكد معتمد جمال لإدارة الزمالك أنه يرفض أن يكون ناصر منسي من بين اللاعبين التي سوف ترحل حتى ولو كان من أجل استغلاله ماليا. تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع صلاح مصدق قبل الانتقال للوداد رسميا. انتهى ملف اللاعب المغربي صلاح مصدق وانتقل إلى الوداد المغربي مجانا بداية من شهر يناير الحالي. الوداد الذي كان يريد اللاعب في الصيف الماضي ورفض الزمالك ليرحل اللاعب مجانا، بل وسيقوم بالشكوى النادي للحصول على عقده مجانا. وقبل الانتقال الرسمي للوداد دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال 48 ساعة الماضية في إطار سعي الإدارة لإقناعه بالعودة لصفوف الفريق خلال الفترة القادمة. وكشف اللاعب لمن تواصل معه أن قرار فسخ تعاقده لم يكن بسبب المستحقات المالية فقط، بل جاء نتيجة شعوره بالتهميش وابتعاده المستمر عن المشاركة في المباريات. وأوضح صلاح مصدق أن خروجه من حسابات الجهاز الفني أثر بشكل مباشر على مسيرته الدولية بعدما غاب عن قائمة منتخب المغرب الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما اعتبره السبب الأهم وراء قراره بالرحيل.
وخلال المفاوضات اشترط اللاعب الحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة كخطوة أولى للعودة مجددا إلى الزمالك، إلا أن الرد جاء بالتأكيد على معاناة النادي من أزمة مالية حادة وعدم توفر سيولة مالية في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى غلق الملف ليحسم اللاعب وجهته ويوقع رسميا لصالح نادي الوداد المغربي. نقل مباراة الزمالك وزد من استاد المقاولين العرب. قررت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة الزمالك أمام زد في بطولة كأس عاصمة مصر. هذا القرار لتقام على استاد السلام بدلا من استاد المقاولين العرب ضمن الترتيبات الخاصة بالمباراة. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زد في اللقاء المقرر إقامته في التمام الساعة 5 مساء الأحد القادم. ويأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر أو كأس الرابطة أيا كان المسمى.